كثير من الناس يرون الظلم ولا يقولون لظالم كفاك ظلم، بل بالعكس تراهم يعني يحاولون جبر خاطر المظلوم بكلمات، يعني يقول لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ربنا سبحانه وتعالى عندما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ربطهم ببعض، يعني في واو بتربطهم ببعض. فهو كظم الغيظ يكون من علامات التقوى إذا ارتبط بالعفو، والعفو هو إنك أنت إيه؟ إنك أنت تبقى قادر على عقاب اللي هو يستحق العقاب وما تعاقبهوش، فلازم تبقى عندك مقدرة على العقاب عشان تبقى عندك مقدرة على العفو. إنما لو أنا أصلا مش قادر على العقاب يبقى أنا مش قادر على العفو. طب أنا مش قادر على العفو وأقزم غيظي، ده ممكن أموت، يعني أطق كده ويحصل لي انفجار في المخ. لا، كظم الغيظ يبقى لما تبقى في مرحلة العفو، ومرحلة العفو لا تأتي إلا بمقدرة منك على إنك تغير الحال اللي هو مش عاجبك ده. يعني أديكم مثال، الأمثلة بتوضح الأمور. يعني أنا مثلا ليا جار بيتاجر في المخدرات مثلا، وبيتاجر قدام بابي في الشارع، فنزلت بكلمه، انا بقول له مثلا اللي بتعمله ده غلط، يعني ده مش مكان للتجارة اللي انت بتتاجرها دي. والله لو سمع كلامي وسكت يبقى خلاص. انما واحد يجي يقول لك ايه، لا انت كبير واقزم غيظك وبالراحة، كأنه بيقول لك يعني اسكت. لا، انا مش هسكت ومش هقزم غيظي وهتكلم. ولو تطاول هذا الشخص، لو عندي مقدرة اضربه هضربه، ولو ما عنديش مقدرة هبلغ عنه البوليس. وبعد ما يبقى عندي مقدرة اني انا اعاقبه، لا هاتنازل واعفو، يبقى كده هقزم غيظي واعفو عنه. انما واحد يجي يقول لك اقزم غيظك من البدايه، طب اقزم غيظ ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. انا الكلام ده اتكلمت فيه قبل كده عده مرات، لان المشكله الكبيره ان احنا مش فاهمين الفرق بين الحسنه والاحسان. يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحسنة يعني الجميلة، والجمال هو نتيجة الإحسان، لأن الذي يحسن يحصل على منتج حسن. الإحسان هو إتقان الشيء، يعني أنا لما أبقى متقن صنعتي، محسن لصنعتي، أحصل على منتج حسن. واحد نجار بيتقن الصنعة بتاعته، فهيطلع لك يعني أساس حلو كده، فيبقى هو إذا أتقن أو أحسن حدثت الحسنى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لما تدعو الناس ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني بالنتيجة. يعني مثلا لو أنا مثلا بعمل مربى، المربى دي نتيجة لأنه في مزارع أتقن في زرعه وطلع تين، وبعد كده في ناس خدت التين ده وعملت له عملية طبخ وطلعت لي المنتج الجميل ده اللي اسمه المربى. فأنا لما أجي أدعو بالمربى بالنتيجة. ولكن إذا الأمر تحول إلى جدال، ربنا ساب لي أنا الأمر، ما أمرنيش، قال لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لما يوصل لجدال وتقول له ما ينفعش تبيع مخدرات هنا، يقول لك لا هبيع، وإيه فيها يعني، وأنا جبرت مين، ويبدأ يجادلك. لا عاد أنت في الحالة دي ما تنفعش الحسن، عاد جادلوا بالتي هي أحسن. التي هي أحسن ممكن تبقى الضرب، ما هو في نوع لو انت ضربك على خدك الايمن وقدرت له خدك الايسر يقلع الجزمه ويضربك بيها، نوعيات كده. فساعه الجدال ربنا ساب لك انت انك تختار التي هي احسن. ان ربك هو اعلم بمن ضل، ربك هو اللي اعلم بمن ضل، انت ولا هو على ضلال ربنا اعلم. عاد تمام كده. الفن لا يمتهن، لان هي المهنه معناها امتهان للشيء اللي انت بتعمله. انا بطبيعتي بهوى الكتابه وبحب حاجات كتيره جدا، وانا يعني أنا بقول على نفسي مش حد بيقولها لي، أنا فنان بجد. الناس قالت أو ما قالتش، أنا مقتنع من داخلي إني أنا فنان. فأنا لما استلمت في المدرسة العمل مسكت جوانب كثيرة جدا من الأنشطة اللي بتتعمل في المدارس، ومنها النشاط الفني والإذاعة والصحافة. وأنا من النوع اللي بتكلم كتير، وكنت أتكلم في طابور الصباح، وكنت بدرس أحياء وأعمل للطلبة نماذج بالجبس للعينات بتاعت الأحياء، وبعمل أشياء كثيرة فنية يعني، وبعرف أرسم. وبعد يعني فترة من عملي في التدريس
يعني بعد قول كده حوالي 20 سنة من عملي في التدريس بدأت عزيمتي تقل، وبدأت أشعر بنوع من الملل. وزي المثل اللي بيقول الإنسان حاسس إنه بينفخ في جربة مقطوعة، وإنه يعني كل المجهودات دي مفيش من وراها عائد ملموس ولا حاجة واضحة. فبدأ يعني نشاطي يقل وأحس بملل. ولكن قبل خروجي على المعاش أو في السنة اللي كنت هأخرج فيها على المعاش، مدرس التربية الموسيقية مسك هذا الكتاب. الكتاب ده كل الكلام اللي فيه أشعار يعني شبه أشعار غنائية، وجاني قال لي أنا يعني مسكت الكتاب بتاعك وقرأت فيه بعض كلمات، وعايز اعملها اغاني في حفلة 6 اكتوبر، ونخلي الكورال بتاع المدرسة يغنيها، وما تحرمناش قبل خروجك على المعاش من النشاط اللي كان زمان. وبدأ يقنعني انه احنا يعني نعمل حفلة في 6 اكتوبر في اخر سنة انا كنت فيها في التدريس. وبالفعل من ضمن الكلمات اللي هو اختارها جوا بلادي امان تلاقي، قال لي انا الكلمات قرأتها وتأثرت بيها، ولكن مش قادر اوصل للحن. فانا عندي يعني مقدرة فنية زي ما بقول لحضراتكم، وعندي حس فني، وفي اشياء كتيرة الواحد كان بيعملها في شبابه وبطل يعملها لما كبر. فقلت له انا هدلك على اللحن، انا هديك طرف الخيط اللي تعمل بيه اللحن. قال لي ايه؟ قلت له في اغنية لمطربة قديمة وطلع ما يعرفهاش مدرس الموسيقى. قلت له في أغنية لمطربة قديمة اسمها سعاد محمد بتغني فيها كلمات الشاعر أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة. دور عليها على النت وخد اللحن بتاعها وحاول تركبه على هذه الكلمات، هيركب معاك. وبالفعل راح، وكل الكلمات اللي اختارها تقريبا أنا اللي اديته طرف خيط اللحن بتاعها. وانا بقول الكلام ده، والاستاذ اللي بتكلم عنه اسمه احمد عبد الفتاح، وهو عايش وممكن يكون بيسمعني حاليا. هو طلع اعاره في الامارات وممكن يكون بيسمعني، انا مش عارف مين معايا على البث اصلا. فخد مني طرف اللحن، وهو عنده حس برضه راقي، ولحن الكلمات دي. وانا هسمعكم اغنيه. الأغنية دي أنا كاتب كلماتها، وتقريبا أنا اللي ملحنها. وهذه الأغنية ارتبطت معي بأحداث كثيرة وبحوارات كثيرة،
وسأحكي لكم بعض هذه الحوارات، ولا تؤاخذوني على أنني لا أتفاعل مع مداخلات حضراتكم في البث، لأنه البث ده على التيك توك، وأنا بإذن الله تعالى سأجعل من هذا البث فيديو على اليوتيوب، ونفسي ومنى عيني أنه هذا الفيديو يصل لصاحبة السعادة اللي هي سعاد يونس اللي بتقدم برنامج صاحبة السعادة. فمن يستطيع منكم ذلك أرجوه لا يبخل ويقدم لي هذه الخدمة، ويبقى له كل الشكر. بعد ما خلص تلحين الأغاني قال لي احنا طبعا حفلة 6 أكتوبر هتبقى يوم 6/10 والمدرسة هتفتح يوم 1/10، فاحنا محتاجين الكورال يجينا قبل فتوح المدرسة بأسبوع عشان نحفظوهم الأغاني. طب الكورال اللي هو عامله في المدرسة ده كله بنات، فقلت له مش هينفع نجيب البنات وبنات في ثانوي ونجيبهم قبل فتوح المدرسة بأسبوع ونضرب موسيقى ونغني، وأنا بتكلم كتير في الإذاعة، ودايما الإنسان اللي هو بيمثل دور الواعظ بيبقى تحت الميكروسكوب، كل واحد منتظر له سقطة يمسكها عليه. فقلت له مش هينفع، يعني انا اللي بتكلم في الطابور وانصح الطلبه هيجي يقول لك شوف هو واستاذ بتاع الموسيقى جايبين البنات في المدرسه وبيعلموهم الرقص والهشك بشك، واحنا مش فاضيين لهذا الكلام. فقال لي طب هنعمل ايه؟ ما هو احنا مجبرين. قلت له لا مش هينفع. احنا كان عندنا مدرس موسيقى في المرحله الابتدائيه وكان راجل محترم جدا اسمه الاستاذ زكريا الله يديله الصحه، موجود حاليا في شلاتين. الاستاذ زكريا ده كان بيهوى الموسيقى برضي، واستطاع انه يعلم ابن واحد كان عامل في المدرسه الأورج، والواد احترف الأورج برضي، وابوه هو في ثالثه اعدادي جاب له أورج، وبعد كده كان فرحان بيه، واي فرح في البلد ياخد الأورج ويقعد يضرب أورج، وبدأ يظهر في فرحات بلدنا نمط جديد من الفرحات ما كانش الناس متعودة عليه. وبعد كده بدأ يجذب ليه بعض الأولاد اللي أصواتهم حلوة، وعمل فرقة، وبعد كده الفرقة دي بقت يعني ايه تنتشر شوية شوية، ودلوقتي بقيت فرق، الفرقة اتقسمت وبقيت فرق. فقلت له احنا بلدنا ما شاء الله يعني فيها مجموعة كبيرة من اللي بيغنوا، فاحنا ممكن نستعين بيهم ونخليهم هم يعملوا الحفلة، مش ضروري البنات يعملوا الحفلة يعني. فقال لي طب دول هيرضوا يجوا يعني يغنوا؟ دول هيعوزوا فلوس، دول خلاص يعني بيجوا دلوقتي بيعبدوا الفلوس. فقلت له والله الغلطه غلطتنا احنا اللي خليناهم يعبدوا الفلوس، ولكن انا ليا دلال على كثير منهم، وان شاء الله يعني هجيبهم لك هم اللي يحيوا الحفله. واخترت اكثر واحد فيهم انا ليا دلال عليه، ورحت وخدت الكتاب معاي وشرحت له الموقف، قلت له كذا كذا، خد مني الكتاب، ولكنه قال لي اني انا مش مرتاح للاستاذ اللي عندكم في المدرسه ده اللي بيعمل لحن، انا اللي علمني الغنى والالحان اللي هو الاخ صاحب الاورج ده، فانا هخليه هو يلحن الاغاني. قلت له ما فيش مانع، خليه هو يلحن، يمكن يلاقي لحن احسن من كده. ولكن بدا يتهرب، وبعد كده بدل ما يعتذر بذوق يعني تعامل بالفعل مش بالكلام، بافعال في منتهى الوقاحه، وانا ما سيبتلهوش ساعتها وزعقت فيه، وبعد كده خصمنا بعض، والامور يعني بقت في فرجه كده بسبب الاغنيه دي اللي بقول لكم ليها حوارات كتيره معايا. واستمر الموضوع كده وخلاص، وملف واتقفل، وانا طلعت معاش، والحفله اتعملت والحمد لله نجحت في وقتها، وانتهى الامر على هذا الحال. ولكن انا من حوالي شهرين ليا اخ توفي اللي هو اخوي الكبير، وفي واحد كان في الخارج مش موجود ووصل وحب يجي يعزيني لما وصل وعلم ان اخوي توفى. فتقريبا بالمصادفه تقابل مع هذا الشخص، فبيقول له والله انا رايح لاستاذ خالد اعزيه في اخوه، تعالى معايا. قال له لا انا مش بكلمه. قال له مش بتكلمه يعني ما عزتوش؟ قال له لا. قال له يا راجل تعالى اعزيه، انت يعني هتناسبه؟ هي سلام، هتمد له ايدك وتقول له البقاء لله وخلصت الدنيا، يعني ما هياش امور يعني صعبه. فقال له ازاي انا يعني سلمت على صاحبه السعاده وبعد كده عايزني اسلم على الكلاب دي؟ فانا بصراحه يعني ما اعرفش صاحبه السعاده دي يقصد بيها مين. سعاد يونس ما اعرفش ان هو اتقابل معاها او لا، ما اعرفش يعني يقصد مين بالظبط. يقصد الشيخه فاطمه
ولا الشيخة جواهر، ما اعرفش، اظن الشيخة جواهر صاحبة احمريكا وابيضيكا دي. ف صاحبة السعادة دي إن كانت هي السيدة الفاضلة سعاد يونس، فأنا قررت إني أنا أعمل ليها هذا البث، واللي أنا هخليه فيديو، لأني أنا نفسي أجابلها وهقول دلوقتي ليه. واللي خلاني دخلت في الحوار ده أكتر ومصمم عليه، ان بعد ما بلغني هذا الكلام بقلب في الفيديو، لقيت واحده مذيعه ملتقيه مع واحد من هذا النمط العيالي اللي هو بيجي فنانين، اسمه عمر كمال تقريبا. بيحكي مع واحده مذيعه وبيقول لها انا معايا 5 عربيات، من ضمنهم عربيه يعني ثمنها قليل مش كتير. فبتقول له ثمنها كام؟ قال لها ثمنها 9 مليون. فقلت له مبلغ صغير بجد، وبيتكلموا يعني كلام عادي جدا، مع اني انا خدمت في التربيه والتعليم 35 عام، عملت حفلات وغنيت وعندي فن، واي انسان يمتهن الفن لا يعد فنان. ودي مصيبتنا، لان احنا لو بنعرف الفن نعرف نقيم ونقول مين فنان. احنا مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش الفن اصلا عشان نعرف نقيم الفنان. انا مره كنت عند نجار، وبعد كده بضرب جايم كده في دولاب، فالجايم قال زن، فانا بقول للراجل ده الجايم بيقول انا زان. قال لي ده انت حمار. كان صاحبي واخد عليه يعني، قلت له، قال لي ده الجايم لما يقول زن لما تضربه كده ده معناها انه هو مش موزون، ده عايز ميزان ميه عشان يتوزن، مش بيقول لك انا زان. فاللي بيعرف المهنه واللي بيعرف سر الصنعه هو اللي يعرف يقيمها. ولذلك انا دايما بقى اظن انه يعني من علامات جهل الانسان انه يعني يعجب بسرعه. يعني واحد يجي يقول لك ايه ده، انا قابلت صاحبه السعاده، ده انا قابلت عبد الحليم حافظ، وافترض قابلت عبد الحليم حافظ، ده جهل منك انك انت يعني تظهر انبهار. والله في 88 في العام اللي انا سافرت فيه الكويت ده، كنت رايح اسيوط اخلص ورق من الجامعه وكلام زي كده، وكان في الفتره دي عادل امام بيزور اسيوط، قال بيتحدى الجامعات الاسلاميه، وكانت الشوارع زحمه ومغلقه، ويعني استقبال فاتحين بيستقبلوا بيه عادل امام. انا الناس في المحطه منتظر عادل امام، قعدت اسب ولعن ورحت للجامعه وانا متكدر في يومها. ايه الناس الهبله العبيطه دي؟ فالعبط اللي فينا ده احنا اللي بيخلينا دايما ننفخ في التراب ونسير الغبار، والغبار يطلع فوق السحاب ويختلط بماء المطر وينزل وحل على رؤوس العباد. احنا اللي بنعمل كده في انفسنا. المهم انا بعد ما سمعت عمر كمال ده هو بيتكلم عن الملايين اللي انا بعد 35 خدمه بيدوني معاش لغايه دلوقتي ما وصلش 4000 جنيه، ولو شفت 100,000 جنيه ماسكه بعضها يغمى علي. ده حتى يوم ما طلعت معاش ما ادونيش مكافاه خدمه، حتى ما وصلتش 100,000 ولا حتى 80,000. فاللي زي انا لو شاف 100,000 جنيه يغمى عليه. لما اسمع عيل زي كده. عندك كم عربيه؟ عندي كام؟ عندي 5. ايه بقى نوعهم ايه اخر واحده جبتها، او نوع اخر واحده جبت عربيه كده لوتس كده حلوه كده، عجبتني. ايوه. عربيه انجليزيه نزلت مصر جديده، عجبتني قوي. ايوه. فاشتريت اخر واحده. سعرها كام بقى بالدولار؟ مش كتير بالدولار. بالدولار. بالمصري قول لي وانا احسبها. بالمصري 9 مليون. 9 مليون ده حاجه بسيطه يعني، مش كتير بالدولار. لا ايه اغلى عربيه عندك غير 9 مليون؟ الجي كلاس. ايه اغلى واحده جبتها؟ من حقي اضغاص، فما يجيش حد يقول لي والكاظمين الغيظ ويجي يقول لي انت حاقد على الناس. والله في حياتي ما حقدت على حد. انما دي امور يجب توضيحها، مش عمليه حقد. يجب توضيح هذه الامور ويجب فضح هذه الاشخاص. ربنا امرنا انه من ياتي الفاحشه نؤذيه، يعني اللي بيعمل الفاحشه. والفاحشه معناها ايه؟ كل فعل مستنكر. ومعظم الناس هو بتقول لك هو اللي بيتقال في الايام دي اغاني، هو مش عارف ايه، هو اللي بيتمثل ده فن. طب طالما انت مستنكر يبقى فاحشه، ده من حقك انك انت تبعد عنه، دي اوامر ربنا سبحانه وتعالى. وتؤذي الايذاء على الاقل بانك يعني تهجر هذا النمط من الافعال. انما انت يعني تصنع هذه الاشكال وبعد كده تنقضها، طب ما انت السبب فيها ولا انت مش واخد بالك يعني. فانا قررت اني انا ادخل حرب مع كل من يدعوا انهم فنانين، وفي كل المجالات، حتى في مجال الدروس الخصوصية.
كل اللي بيدعي انه مايسترو وفنان ومش عارف ايه في التمثيل وفي الغناء ان شاء الله من دلوقتي ورايح انا والله العظيم ليا بتاع يعني من وفاة اخويا كده يمكن بطلت تسجيل فيديوهات وما كنتش ناوي اسجل فيديوهات تاني، لاني انا يعني القناه دي عملتها بعد ما طلعت على المعاد ما لقيش في قابليه ولا حتى يعني اهتمام، فالانسان برضو اصيب بملل ونويت ابطل تسجيل فيديوهات. ولكن هذا الحدث اثار جواي رغبه اني انا هاسجل من وقت الى اخر فيديوهات، وان شاء الله هيبقى محورها هذا الموضوع. ولكن انا مصر وفي كل فيديوهاتي القادمه هتلاقوني بطالب صاحبه السعاده باني انا اقابلها، وعلشان عاوز اقول لها كلام، لاني انا زمان كانت الناس كلها تبتسم لما تشوف عادل امام على الشاشه، انا بالعكس كنت ببتسم لما اشوف سعاد يونس على الشاشه، كان بيعجبني تمثيلها وكنت بعتبرها فنانه حقيقيه، لاني انا زي ما بقول لكم انا اعرف اقيم الفن والفنانين، وهي فنانه حقيقيه، ده كان مفهومي عنها زمان. دلوقتي لا فنانه ولا تعرف اي حاجه عن الفن من وجهه نظري انا. فانا نفسي اقابلها، لاني انا يعني عايز ازيدها من الشعر بيت، انه الاولاد اللي بتقابلهم دول اللي بلغني انه بعد ما يرجعوا بيقعدوا مع اصحابهم القدام، واصحابهم القدام يعني ما هماش يعني فلاسفه. انت عارفه تاريخ الاولاد اللي بتلتقوا بيهم دول قبل ما يعني تظهرهم الميديا بالعبط اللي بيعملوه ده كانوا ايه؟ انت ادرى مني. فبيرجعوا تاني لصحبتهم القديمه ويقول له يا اخي والله العظيم ده انت ايه ده صاحبه السعاده لما دخلت عليها قامت وسلمت عليك. يقول له يا عم صاحبه سعاده مين؟ دول احنا بنشتريهم بفلوسنا، يعني احنا بنظهر في البرامج بتاعتهم دي ببلاش، ده واخدين فلوس قد كده ولازم تقوم لي. الناس دي يا عم راحت عليها الفلوس معانا احنا دلوقتي، الناس دي بتمد لنا ايدها. صاحبة سعادة مين يا عم الحاج؟ دي واحدة سنها 75 سنة وكاوية وشها بمكوة رجل ولسه بتجاوح في الحياة. ده الكلام اللي بيقولوه، أنا بسمع كده، ده الكلام اللي بيقولوه، وأنت لازم تبقي فاهمة كده. وعلى الجانب الآخر أنا متأكد إن صاحبة السعادة بعد ما تروح البيت لو جت واحدة صاحبتها قاعدة جنبها بتقول نفس الكلام، بتقول لها يعني أنت النهاردة كان معاك ضيف ما شاء الله بيئة قوي، تقول لها اعمل ايه؟ مجبر عصرت على نفسي ليمونه وقمت سلمت عليه، اعمل ايه؟ ما هي الدنيا اتقلبت، ما هو النظام كده، ما هم دول يا اختي اللي معاهم الفلوس دلوقتي. يعني نفاق من الجانبين، وبعد كده احنا هنقعد لغايه انت عايشين في هذا النفاق. انا يعني رغم ان انا بعزك جدا، انا اطلقت عليك في هذه الفتره صاحبه التعاسه مش صاحبه السعاده، لانكم انتم فعلا يعني بتظهروا لينا كل يوم والتاني شخصيات في منتهى يعني مش عارف اقول ايه، انا في منتهى الاسفاف اللي بيحصل ده، شخصيات يعني بتطلعوها لنا بتغيظنا بصراحه بتغيظنا. طيب هو اللي بيقابل سيادتك يعني على ما اسمع انا يعني بيدفع فلوس، بيدفع قد ايه؟ انا عايز اقابل سيادتك، انا والله العظيم لا امتلك، والله درسي وواجعني ما قادر احشيه، لا امتلك ولا اي شيء. عملت القناه دي قالوا لي ممكن تجيب لك فلوس، بتاخد مني فلوس وفجرتني من يوم ما عملتها. فانت بيدفع لك كام يعني عشان تشهري الناس؟ انت عارفه الاولاد دول يعني خريجين تجاره انجليش، ده الواد بيقول لك احنا طب انت بتدفع ليه فلوس؟ يعني لما بيسالوه للقنوات دي قال لك ما هو انا لما اظهر في برامج تلفزيونيه وتقوم صاحبه السعاده تسلم علي، انا ببقى امام العامه والغوغاء انا بقيت شخصيه بارزه، ده حتى التيك توك بيديني علامه زرقاء وعلامه خضراء، فانا بقى يعني بقى شخص ليا جمهور. فبعد كده بقى اغلي الاسعار بتاعتي واجيب الفلوس اللي اديتها لها، الى جانب اني انا بعمل مشاهدات، فهي حسبه تجاريه وهم حاسبينها صح. وبعد كده مين اللي بيتلعب عليه في كل الاحوال؟ الاهبل اللي بياخد على جفاه الجمهور الجاهل الساذج اللي زيي وزيك هو اللي بيتلدع على جفاه، وفي الاخر ينتقد الاحوال المحيطه به. فانا نفسي اقابلك ونفسي اقعد معاكي ونفسي اتكلم معاكي، بس عايز اعرف بيدفع لك كام يعني عشان الواحد ممكن يقابلك؟ والله انا ما اعرفش، يعني انا معايا تليفون رقمه 011 505 850 6،
والله لو كان اكتبيه، ولو تعمل فيا معروف اتصلي بيا، اني او انا اتصل بيكي، اكتبي لي رقمك زي كده وادعوكي بزياره ليا في البيت ونقعد مع بعض في البيت اذا كان الاستوديو يعني صعب علينا. فال انت يعني مش عارف انا، هو انت اسمك اسعاد يونس ولا سعاد حاجه تاني، علشان اللي يسلم عليك يكتسب ثقه في نفسه ان هو بعد كده ما يسلمش على حد تاني يعني، او يعتبر كل الناس اللي بعدك كلاب. المهم انا جوايا كلام كتير هقوله على مراحل وعلى فترات، وانا الملف ده فتحته مش هقفله والله. الناس تقول اللي تقوله، تقول ده حاقد، ده بيحسد، ده مش عارف ايه، ده الناس دي، ده انا واحد من صحابي بقول له انا هفتح ملف كذا 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 في الفيديوهات بعد الكلام ده، بيقول لي يا عم ده العيال دي انت فاكرها بقت شيء في البلد؟ مش هي، ده العيال دي بيقولوا احنا امن دوله واللي يجي ناحيتنا هيضيع. ده اغانيهم بتقول كده. انا تعمدت اقول كده لانه لو فعلا كان العيال دي امن دوله زي ما بتقولوا ان يعني محميه وكلام زي كده، يبقى الواحد يغور في داهيه في سبيل العيال دي افضل من الدكاتره ومن الكوادر اللي خرجها في البلد. ولو هم كده فعلا يبقى انا اتمنى ان في اخر ايام اغور في داهيه في سبيل الهم ده والجرف اللي احنا فيه ده. فانا نويت ادافع عن نفسي وادافع عن حقي كمعلم. اقسم بالله انا بشهد لنفسي اني انا امتلك نواحي فنيه وفنان اكتر من كل المغنيين والممثلين اللي في جمهوريه مصر العربيه من ايام يوسف وهبي لغايه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. يعني مش عارف انا اقول ايه، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضاش ما يرضاش. وانا الملف ده فتحته لغايه ما اشوف اللي فاكرين نفسهم دول يعني وصلوا انهم امن دوله، عاملين نفسهم امن دوله، واحنا بقينا وبقينا وبقينا.